في حياتي واعتمدتها 100%. إذا ما جربت في حياتك أنت ما تعيش، أنت مو جالس تعيش معنا. إذا ما خطيت في اليوم أكثر من مرة فأنت مش جالس تتقدم، أنت في مكانك يا أخي. فجرب يا أخي، انسى النتيجة، جرب. أهلا، السلام عليكم، مساء الخير على الجميع. الفشل وتقول لهم افشلوا ولا من الممكن اكتسابها؟ ركز معي بالسنابات الجاية وأتمنى أني أفيدك ولو 1%. في 18 إبريل سنة 1955 مات أحد أقوى وأفضل وأضخم العقول في العالم وغير تاريخ البشرية، ألبرت أينشتاين. أول ما توفى ألبرت أينشتاين قرر شخص اسمه توماس أنه ياخذ دماغ أينشتاين ويحاول يحلله عشان يقدر يعرف كيف هالشخص كان خارق للطبيعة وكيف كان دماغه أفضل من البشر بمراحل، بحكم أنه كان عنده قناعة أنه شخص زي ألبرت أينشتاين مستحيل يكون عقله زي عقولنا إحنا الناس العادية. طبعا توماس هارفي هذا هو أخصائي في علم الأمراض، فقرر أنه ياخذ دماغ أينشتاين ويجزأ إلى 240 جزء. الهدف كان أنه عشان يقدر يحط الأجزاء هذه تحت الميكروسكوب عشان يقدرون يسوون دراسات على دماغ أينشتاين. المشكلة أنهم جلسوا أكثر من 2 وكل دراساتهم كانت فاشلة وما قدروا يطلعون بولا نتيجة نهائية. في عام 98 تخيل أنه قرر هارفي أنه يهدي دماغ أينشتاين للقسم الطبي في جامعة برينستون، لعل وعسى تنجح معهم الدراسات ويطلعون بنتيجة مختلفة. وفعلا بعد مرور 1 سنة بس بدأت الدراسات تطلع بنتائج مختلفة، ومن هنا تبدأ القصة الفعلية. طبعا في كاتب اسمه دانيال كول اخترع كتاب اسمه العظمة ليست شيء تنولد فيه بل تكتسبه. كان مهتم بالدراسات هذه وكان متابع بشكل جدا دقيق لكل التفاصيل اللي كانت تطلع في الدراسات اللي سووها على دماغ أينشتاين. الغريب كانوا يلقون مادة تفرز بشكل جدا كبير في الجزء الأيسر من دماغه. فمن هنا بدأ الكاتب دانيال كول يبحث في الموضوع هذا وقرر يروح إلى أماكن معروفة بالموهبة، مثلا البرازيل. احنا عارفين انهم موهوبين كرويا ودائما مهاريين. زائد في عصر النهضة في فلورنسا طلع مايكل أنجلو، غاليليو، طلعوا ناس عظماء كثير، وقرر برضو انه يروح هناك عشان يشوف ايش الرابط او هل المادة هذه موجودة ايضا في عقول. تخيل معي ان الكاتب هذا راح ل9 اماكن تعتبر مناجم في المواهب ودائما يطلعون منها مواهب جدا كبيرة. الرابط المشترك الوحيد في ال9 اماكن هذه ككل او في عقول هذول الاشخاص ككل كان هو مادة اسمها المايلين، وهي اللي كانت تفرز في الجزء الايسر بشكل جدا كبير في دماغ أينشتاين وفي أدمغة المواهب اللي هو راح يشوف ايش الرابط اللي عنده. لما وجد انه الرابط المشترك الوحيد هو مادة المايلين بدأ يفكر كيف أساساً أقدر أخلي دماغي يفرز هذه المادة بشكل جداً كبير عشان أصير زيهم، وربطها بأنه مادة المايلين جواب لسؤال كيف تتعلم أي شيء. كل ما أفرز دماغك المادة هذه بشكل أكبر كل ما كان تعلمك أسرع وأتقنت المهارة بشكل أكبر. أدري المعلومة شوي لاخمة بس فعلياً هذا اللي قاعد يقول الكاتب في الكتاب بالضبط. الغريب في الموضوع انه اكتشف انه كلما فشل الواحد اكثر كلما زاد افراز المادة هذه بعقلك بشكل اكبر. لازم تعرف انه لما راح البرازيل وبدأ يحلل الوضع اللي فيها، البرازيل في الاربعينات الى نهايتها ما حققوا كاس عالم، فالبرازيل ما حققت كاس العالم الا في نهاية الخمسينات. عام 58 جابوا اول كاس عالم. في فترة الأربعينات أو في بداية الخمسينات فعليا بدأت تنتشر لعبة في البرازيل اسمها الفوتسال، مختلفة عن كرة القدم في جزئيات بسيطة. أبحاول أشرح لك بعض الجزئيات البسيطة هذه عشان تستوعب الفكرة اللي يحاول يوصلها الكاتب بفكرة الفشل وكيف هو يزيد من إفراز مادة المايل. طبعا الفوتسال هذه حجم الكرة فيها أصغر بنصف حجم الكرة الفعلية اللي نلعب فيها كرة القدم الطبيعية، زائد وزنها أثقل بمراحل عن الكرة برضو العادية. فوق أنهم كانوا يلعبون على أرض غير ممهدة، يعني يلعبون فردمية فيها حفرة وفيها حصى وفجأة مطبة بتطيح فيها، كانت الأرض غير ممهدة نهائيا.
إضافة إلى ذلك تخيل معي صغر حجم الكورة وثقلها خلاهم يصيرون يلمسون الكورة أكثر ب 600% من كرة القدم العادية. متخيل النسبة؟ كل الصعوبات اللي كانت في اللعبة هذه طورت من مهاراتهم وخلتهم مختلفين عن لعيبة كرة القدم في أي دولة ثانية. طبعا ما اكتفى بالتجربة هذه، راح وجاب تجربة سووها في جامعة واشنطن عشان يثبت انه الفشل هو اهم عنصر واهم سبب في افراز مادة المايلين. ابى اقول لك وش مادة المايلين بالضبط وبشبه لك بتشبيه تقريبي، بس خلنا اقول لك تجربة واشنطن هذه ايش صار فيها لما جابوا مجموعتين من الطلاب وكلهم شرحوا لهم نفس المادة. ولا طبعا الدراسة هذه سواها عالم النفس اسمه هنري، جاب مجموعتين وشرح للمجموعة ألف المادة اللي هو يبغاها دفعة واحدة، والمجموعة الثانية شرح لهم المادة على 3 أجزاء. ولكن المجموعة الأولى اختبرهم 3 مرات قبل الاختبار النهائي، ولكن المجموعة الثانية اللي شرح لهم على 3 دفعات ما اختبرهم ولا اختبار. لما جاء الامتحان النهائي تخيل معي ان المجموعة ألف اللي اختبرت 3 مرات قبل الاختبار النهائي حققت نجاح اعلى من المجموعة اللي شرح لهم 3 مرات بنسبة 50%. متخيل النسبة ترى مرة مي بسيطة. اخيرا مادة المايلين هذه كتشبيه تقريبي تشبه عازل الاسلاك الكهربائية، كلما كان اكثر سمكا كلما قلت الفجوة ما بين الاشارة والفعل، بمعنى كل ما زاد الافراز وزادت سمك كلما كان نقل الاشارة اسرع وجودتها افضل. وتخيل معي سلك الكهرباء لما تبدا تفك عنه العازل كيف تبدا تشوف الكهرباء يطلع بطريقة بالضبط. هذا اللي انا كنت بقوله وعجزت اقوله. طبعا الكاتب في كتابه شرح حتى كيف الواحد يتعلم وحط خطوات للتعلم بشكل واضح ومفصلها بتفصيل جدا كويس، يعني انصح الكل انه يقرا. انا بحط صورة الكتاب وما ادري اذا هو مترجم بالعربي ولا لا، لكن ان شاء الله انكم تلقون له ترجمة، وانصحك انك تقراه لانه فعليا مهم جدا جدا جدا. كان ودي اشرح لي بالكتاب لكن الكتاب دسم امانة فما اقدر اشرحه كله، لذلك تأكد ان الفشل هو الوجه الاخر للنجاح. عادي انك تفشل، الاهم انك تمارس الشيء مرة ومرتين وثلاث الى ان تصل للمرحلة اللي انت تبغاها او الاتقان اللي انت تطمح له. اخيرا ساهم معنا في صدقة جارية لصديقنا المتوفى واكسب اجر حسنابات ككل، وشكرا جزيلا لوقتك، ولنا لقاء قريب باذن الله.